السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ مريم كوك نقطة 19. مرحبا بكم أحبائي، كل عام وانتم بخير. جيتكم بالوصفة شخشوخة الظفر اللي معروفة في قسنطينة. وصفة قراف بنينة وما كانش اللي ما يحبهاش. كما راكم شايفين هذا الطبق هذا اللي درته، كي نقول لكم مشي شحوحو شكل روحو بوصفة ولا أروع. تابعوني حبيباتي لآخر فيديو تكتشفوا هذا اللاروسات هذه والبنة اللي راهي مش نقولكم حروري بنوني. ها هي زينتها بالحمص وطرف تاع اللحم. انا درت لهنا قص. نروحوا مباشرة للتحضير. هنا حبة بصلة كبيرة كيما راكم شايفين، طماطم كانت صغيرة درت هذا الحجم هذا، ولا ديروا زوج ملاح، سنة تاع ثوم درت هذا الثوم هذا 5 سنينات رم كبار، وحبة طماطم عفوا طماطم مصبرة، ولي زيبيس درت مغرفة كزبر، مغرفة فلفل احمر، مغرفة الملح حسب الذوق. حطيتهم يتقلوا مع طرف تاع اللحم ودرت معهم ليدام. ودوكا راني نقطع لهنا امامكم البصله بالاشوار اكيد كما راكم شايفين. تابعوني حبيباتي لاخر فيديو وما تنسونيش باشتراكاتكم تعليقاتكم وجام اكيد باش الفيديو يطلع امام الجميع. وقولوا لي واش عجبكم الوصفات اللي راني نحط فيهم. لهنا كما راكم شايفين بعد ما قطعت البصله لازم نقطع الثوم وندير قليل تاع الماء ونرحيها باه تجيني رطبه. انا نحب البصله والثوم والطماطم مش نرطبهم يذوبوا لي في المرق، خير ما نصفي. ها هي بعد ما تقلى لي اللحم تاعي بالليدام نضيف البصل والثوم ونكمل نقليهم هكذا مع بعضهم. قد ما يتقلاو على نار قليله تجي الاكل بنين. تحبوا ديروا اللحم تحبوا ديروا الدجاج، وهي اساسا تجيب الدجاج يتهبل. هي تتقلالي وانا دوكا حنا نرحي الطماطم نتاعي بعد ما قشرتها، نزيد معاها طماطم مصبره درت شوي اكثر من نص ونرحيهم اكيد مع بعضها. ها هي قلت لكم كي تطيبوا على نار قليله ماشي تخليو المرق يشرب كل، لازم تتقلى بالعقل. اللحم هذاك يتشرب البصله يتشرب لي زيبيس كامل. ودوكا نزيد الطماطم ها بقى طاحوا لي ذيك القطع نزيد كمل نرحيهم، لازم نحيهم ونعاود نرحيهم ونخلي كامل يزيد يتقلاو لي ونحط الماء يغلي لي باش نمرق مره واحده. ها هي بعد ما تقلات لي مليح دوكا نمرقها. المرق على حسب الشخشوخه اللي حديروها. هنا المرقه تاعي راهي طيب وزدت لها الحمص فلفل حار وسكرت لاكوكوط تاعي درت لها الصفاره. دركا حطيت البرمه تغلي لي، جبت الشخشوخه قيس العيله اكيد، ندير شويه زيت باش ما تجيش معجنه، وزدت الملح بما هي ديجا اساسا مسوس الشخشوخه. هكذا نديرها مع بعضها هكذا نحرك، ندخل الزيت في الشخشوخه ومن بعد نضيف قليل من الماء، ما تكثرولهاش الماء قيس تشرب لك الحبه تاع الشخشوخه. هكذا نبقى غير نخلط فيها وتبعوني دوك تشوفوا كيفاش الشخشوخه تاعي نتحصل عليها وكل مشمخه وتتشرب لي كامل هذاك الماء. ها هو الماء اللي بقى لي
ونبقى غير نبرم فيها حتى تشرب هذاك الماء كامل. شوفوا كي بدات تشرب لي، كما راكم شايفين درت قليل من الماء، يعني قيس فنجان صغير تاع قهوه. دركا نحطها في الكسكاس. شوفوا كراهي على حبه، نحطها تفور لي نغطيها قبل باه نحطها تفور، نعطي لها الوقت في التفور تاعها، ماشي يعني نقولوا تفور من نحيها من، نعطي لها الوقت باه تطرى لي شويه في الفوار. في نفس الوقت المرق تاعي هو طابلي، نحيته كميه يعني قيس المغرف اللي ذوك من بعد نكيل به وتشوفوه. وزدت طماطم مصبره هكذا باه تجيني الشخشوخه تاعي حمراء. دوك فارت لي، لازم نحيها وتشوفوها كيفاه جايه على حبه. هذه الفوره الاولى، قلت لكم عطيت لها الوقت في الطياب. ندير لها شويه المارغرين هكذا، نفتحها قبل في الشخشوخه تذوب لي وتخش لي كامل في الحبه تاع الشخشوخه. يعني كنت تبعوا طريقتي راح تنجحوا فيها الشخشوخه تاعكم وتجيكم ولا اروع. هكذا نفتحها مليح. هاي ذابت لي المارغرين. دروكا ندير المرق، لهنا نقيسو امامكم. هنا درت نص في الاول، ودروكا ندير مغرف كامل هاكا ساير داير بهذه الطريقه ونخلط. لازم نخلطها مليح مليح باش تقيسها المرق. هذه الفوره الاولى كما راكم شايفين. هكذا يوم عاشوراء كل واحد موسم، كاينين اللي صايمين 9 و10، كاينين اللي يحبوا يديروا الموسم كما انا درت. هكذا غطيتها، ها هي تشربت كامل. شوفوا كيفاه جات، شوفوا. دوكا نعاود نحطها في الكسكاس ونخليها تفور لي، نعطي لها الوقت ثاني، ما نحياش يثمثم. كي شغل راني نطيب فيها في الفار، نغطيها ونزيد كما قلت لكم نعطيها الوقت في الفار. دركا ها هي فارت لي، يعني عطيت لها الوقت. نزيد لها شويه زبده من دور جديد، نفتحها مليح بالشخشوخه. لازم تذوب قبل المرق. دوكا وبرد لي، لازم المارغرين تذوب لي في الشخشوخه. هكذا نبقى غير نفتح فيها. قبل ما ندير المرق لازم المارغرين تذوب لي في الشخشوخه كما قلت لكم. دوكا نزيد المرق، ها هي نديرها ساير داير. لهنا درت 2 مغارف، المغرف اللي نسقيو به، ونبقى غير نفتح فيها بهذه الطريقه. هكذا نخلط مليح مليح. دركا نغطيها ونخليها حتى تتشرب لي هذاك المرق باش نرجع نعاود نفورها. انا حبيت نمشي لكم بهذه لي زيطاب. كاين اللي ما عمرها ما دارت شخشوخه وتشوفها ان شاء الله وتجربها على ضمانتي روعه. شوفوا كيفاش شربت المرق. نرجع نفورها المره الثالثه
والأخيرة. بعد ما فارت لي وحليتها حليتها مليح، درت شويه مرق لهنيه، ودوكا ندير الشقشوقه قسم الطبق اللي حنديرو، نزيد المارغرين، يعني نص مغرفه، ونزيد المرق. بعد ما ذقتوه جا حرو يبنوني، واش نقول لكم ولا اروع. لازم تذوقوا المرقه قبل باه ديروها، هكذا نسقيها. لازم المرقه هذيك تغطي الشقشوقه. كما راكم شايفين، شوفوا كيف غطيتها. نغطي عليها ونديرها على نار قليله ماشي قويه، باه تتشرب المرق، الشقشوقه تشربو كامل، تجي مجمره ولا اروع. زينتها لنا في الطبق، ودرت معاه الحمص والحار واللحم، وقرنيتها بالمارغرين، ونذوق هذوك امامكم. اللي شهاتني المرق، ضربت ريحتها ولا اروع. ها هي شاهدكم في الجنة حبيباتي، وكل عام وانتم بخير بمناسبة عاشوراء، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.